يقول: من هم المحسنون الذين ورد ذكرهم في كثير من الآيات القرآنية، وهل المعنى واحد؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير، زيادة على ذلك من الصدقة على الفقير، مواساة المحتاج، الإعانة على الخير، عيادة المريض، الشفاعة في حق المظلوم ونصره، ردع الظالم، تشميت العاطس، رد السلام، الوداء بالسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير. هكذا أهل الإحسان هم الذين يؤدون الواجبات وينتهون المحرمات، ومع ذلك يجتهدون في وجوه الخير وأعمال الخير التي لا تجب عليهم، يجتهدون فيها حتى يستوفوا منها الخير الكثير. كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، كأنه يشاهده، فإن لم يستحضر هذه الدرجة عمل على أن الله يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعماله، وهو يستحضر هذه المشاهدة، يستحضرها حتى يكون ذلك أشجع له على فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والكف عن المحرمات والعناية بالواجبات. هكذا المحسن يحرص على كل خير من واجب ومستحب، ويتباعد عن كل شر وعن كل ما ينبغي تركه ولو كان غير محرم. نعم. جزاكم الله خيرا.